وصلنا هلا لفقرة ضيف اليوم، وضيفنا لليوم مهتم بالاقتصاد والاستثمار وريادة الأعمال، وبحاول قدر المستطاع أنه يساعد الجمهور لتنويع مصادر دخلهم بكل بساطة. أحمد سند، أهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا بيك. تمام؟ الحمد لله أحمد، تمام. اليوم موضوعنا مختلف، أول مرة بنحكي فيه تقريبا بالبرنامج. قليل بدنا نطرح مواضيع اقتصادية، ولكن الزاوية اللي رح نطرحها هي زاوية جدا مهمة من خلال المضمون والكونتنت اللي حضرتك بتطرحه على السوشيال ميديا. هلا بالبداية، مع كثرة المدونين الاقتصاديين اذا صح التعبير، قد ايه قدرت انك تخلق ثقه او نوع من الثقه بينك وبين الناس؟ لانه الموضوع الاقتصادي بيوازي الموضوع الطبي، يعني ممنوع المزح، صحيح. خاصه فيها فلوس الموضوع. المواضيع حساسه. صحيح، هو الثقه اللي تتبني ما بين المتابع وما بين اي حد بيعمل كونتنت خاص بمواضيع حساسه زي الاقتصاد او اي حاجه بتتكلم عن الفلوس. اول حاجه ان الناس تبقى مقتنعه ان انت بتتكلم عن الموضوع ده مش لمجرد بحثا عن الشهره، لان طبعا السوشيال ميديا دلوقتي سهل جدا ان اوكي. اي حد يعمل كونتنت لمجرد ان هو يبحث عن الشهره، يتكلم في مواضيع لحد ما مثيره للجدل بحيث ان هو يجيب ريتش، يجيب فولورز، ويبتدي ان هو يتشهر. تاني نقطة إن الناس تتأكد فعلا إن الشخص بيتكلم عن موضوع هو فاهم فيه، زي ما قلت مثلا دلوقتي الطب، ما ينفعش حد يتكلم عن الطب لا لمجرد طبعا. إن هو سمع من دكتور وبدأ يشرح للناس، إنما إن أنت بتتكلم عن الاقتصاد ممكن أكون نيتي كويسة وعايز أخلي الناس تستثمر وتنوع اقتصاد تنوع مصادر دخلها، ومع ذلك هديهم معلومة مغلوطة. فأنا بهتم إن أنا دلوقتي حتى أركز على الشهادات الخاصة بالاستثمار، اوكي. إزاي إن أنا أثقل خبرتي ومهاراتي ومعرفتي بالموضوع ده، بحيث إن أنا أبقى بنقل ليهم مش بس رأيي الشخصي، إنما كلام موثوق جاي من ابحاث، جاي من statistics، جاي من مصادر حقيقيه، وفي نفس الوقت يبقى انا شخصيه عندي القدر الكافي من المعلومات ان انا اقدر انقله للناس. نعم. احمد، خلينا نقول للمشاهدين انه كل الاشخاص المهتمين بموضوع الاقتصاد ممكن يتابعوا صفحتك احمد سند. صحيح. والاهم اللي انا لاحظته بصفحتك هو انه الصفحه منا موجهه فقط للي بحبوا الاقتصاد او يلي بدهم يستثمروا، حتى للمعلومات العامه جدا مفيده. خبرني اليوم عن هالعلاقه يلي خلقتها بينك وبين الجمهور من خلال المواضيع، من خلال التعليقات، من خلال الاخذ والرد يلي بصير، خاصه يعني من موضوع الاسئله، الاستفسارات الجانبيه ايضا. صحيح، يعني مثلا الفتره اللي احنا فيها دلوقتي فتره البلاك فرايداي، قد ايه ان فتره البلاك فرايداي بتاثر علينا كلنا في قراراتنا نشتري ايه وما نشتريش ايه. في بعض الاحيان بتكون الاوفرز او العروض اللي موجوده عروض حقيقيه او عروض وهميه، ازاي ان انت كواحد مشتري تقدر تفرق ما بين العروض الحقيقيه والعروض الوهميه اوكي. للبرودكتس، ان انت تعرف المنتج فعلا اللي هو طالع دلوقتي بديسكاونتس حقيقيه وان هو بيساوي وبيماثل المنتج اللي موجود طول السنه او لا. ففي اكتر من فيديو دلوقتي موجود على الموضوع ده، سواء على اوكي. انستجرام او اليوتيوب نزلتهم. وفي نفس الوقت المواضيع خاصه، مثلا بنسمع ان الفايده في امريكا نزلت او طلعت شو او يعني؟ هكذا، بيأثر عليا ازاي وممكن يأثر على وظيفتك، يأثر على سعر البنزين ازاي. اوكي. فدي حاجات بتمسنا في حياتنا اليوميه، ممكن حد ما يلتفتش ليها لو سمع الخبر ابستراكت، خبر مجرد ان هو سمع في الميديا ان في اوكي. الفايده عالي بنسبه 25 نقطه مثلا، يعني ايه الكلام ده؟ اوكي. فتحاول تربطه بحياتهم اليوميه. طيب احمد، اليوم المواضيع الاقتصاديه متغيره بشكل كتير كبير، صحيح. يعني كل يوم عن يوم في تغييرات عم بتصير. قد ايه بتحاول بالفيديو اللي بتقدمهم انه تطرح مواضيع ما يعني ما يكون مثلا صار قديم بعد يومين ثلاثه او صار قديم بعد اسبوع؟ صحيح، الاوت ديت ما يبقاش خبر اوت ديتد، لان هي فيري تايم سنسيتيف، لازم يكون صح. الخبر بتاعك ينزل في وقت مناسب للحاجه اللي بتحصل اليومين دول. انا عندي طبعا كونتنت كالندر بجهزها للشهر اللي احنا فيه اوكي. حاليا، كل يوم هينزل ايه بالظبط وايه الكونتنت، ايه السكريبت بتاعه. وفي نفس الوقت يبقى في اد هوك او مثلا حاجه ترندنج لازم تنزل دلوقتي نتيجه خبر معين حصل، اوكي. ومهتم ان انا اغطيه للناس. بس في نفس الوقت ان يكون الخبر ما يبقاش انه مجرد ان انا باخد ترند، لا لازم يكون الخبر ريليتد فعلا للتوبكس اللي انا بنزلها، عشان ما يبقاش في حاجه غريبه، حاجه فجه مختلف التوبيك عن الموضوع اللي انا اوكي. بنزله، او الاقتصاد او الاستثمار او الحاجات الخاصه كلها بالفلوس. طيب احمد، بدي ارجع معك للاول. خليني اقول للمشاهدين يلي بيعرفوك يلي ما بيعرفوك انه حضرتك مجال عملك اليومي بعيد شوي عن الاقتصاد، صحيح. بعيد كثير عن الاقتصاد. صحيح. قد ايه قربت انت وكيف قربت للاقتصاد؟ وقد ايه برايك اليوم لانك شخص مش اقتصادي عم بتشوف الامور من نظره ثانيه، من نظره بعيده يعني، فقادر تطرحها بطريقه اريح؟ انا عشان اصلا في الطبع مهندس، واشتغلت في شركات من داي 1 من اول ما اتخرجت، فيعتبر اقدر اقول كوربريت جاي، فشايف اوكي. الموضوع كمستهلك، واحد شغال في شركات، شايف الشركات ازاي بتاخد قرارات، تاخد قرارات استحواذ، قرارات ان هي تتوسع، قرارات ان هي تعمل مثلا تغيير في النظام الاستراكشر بتاعها او في النظام الهيراركي بتاعتها، ازاي ده بيأثر عليا كواحد موظف في الشركه. وفي نفس الوقت ازاي القرارات الاستثماريه والتوسعات دي بتقدر ان انا استفيد منها كواحد دلوقتي مستثمر، حتى لو هستثمر مبلغ صغير. يعني دلوقتي ما بقاش المطلوب ان حد يستثمر يكون معاه مليون درهم او مليون جنيه، ممكن تستثمر بدايه من $25. فما اوكي. بقاش الليميت دلوقتي مطلوب ان هو يكون كبير، واكيد ال $25 اللي هتستثمرهم هيجيبوا عائد احسن ما يكون الفلوس دي متخزنه اوكي. ومعموله مجرد سيفنج اكاونت. اوكي. طيب خلينا ندخل شوي بموضوع الشباب.
يعني اليوم انت من وراء خبرتك بهذا المجال ليش بتحاول قد ما فيك انك تشجع الناس انه صحيح. مثل ما قلنا يستثمروا ولو بامور بسيطه. بدي انقل وجهه نظر الثانيه، يعني الشباب اليوم العربي بشكل عام ليه بيخافوا يستثمروا، او اذا ما بيخافوا بشو بيستثمروا اكثر شيء؟ للاسف في سمعه معينه طالعه على الاستثمار في البورصه، ان هو اكيد كل حد بيدخل في الاستثمار في البورصه ده كانه قمار وبيخسر فلوسه في لحظه. وده حقيقي مش الصح، لان أوكي. للاسف الناس لو بتدخل في حاجه بدون فهم او بدون وعي اكيد هياخد تصرفات غلط وبناء عليها هيخسر فلوسه، وتطلع السمعه دي وتتاكد. فبناء عليها اي وظيفه انت شغالها دلوقتي اكيد بتتعب فيها، بتاخد مجهود ووقت لغايه ما تبقى في الاكسبيرينس والقدر الكافي ان انت تاخد أوكي. قرارات. فالناس محتاجه تتعب شويه، محتاجه تاخد شويه وقت تقرا وتتفرج على الفيديوهات اللي احنا بنقدمها طبعا صح. عشان تعرف اكتر معلومات وتبتدي تستثمر خطوه خطوه. مش لازم يكون الهدف ان انا ابقى مليونير بكره، أوكي. ممكن يبقى على اللونج تيرم ان انا عندي تارجت معين ان انا احققه، وممكن في خلال 5 او 10 سنين. يعني انا مثلا عملت الام بي اي او الماسترز بتاعتي من خلال ارباحي اللي عملتها من البورصه. أوكي. ده في خلال سنتين جمعت الفلوس اللي انا اقدر اعملها من خلالي الاستثمارات اللي عملتها في البورصه. فممكن في خلال سنتين 3 5 تعمل تارجتس كويسه، بس من غير ان انت تبقى الهدف بتاعك ان انت تبقى مليونير تاني يوم. اوكي، هيدي النقطة الأهم يلي يفترض عن جد الكل ينتبه لها. بموضوع السوشيال ميديا كمان وعملك على السوشيال ميديا، وين بتلاقي إيجابيات وسلبيات السوشيال ميديا بس نجي على موضوع الاقتصادي؟ هل صحيح. بتلاقيه من موضوع إنه في يمكن مدونين بدهم ياخذوا بزنس ياخذوها بس بزنس، ولا لا بيعطوا معلومات غلط؟ أعطيني أنت وجهة نظرك على الأرض. هو عشان الموضوع خاص بالفلوس فكتير قوي بيحصل زي ما بنقول كده سكامينج للناس، ان هي بيقدر ان هو ياخد منهم معلومات، ياخد منهم بيانات الكريدت كارد داتا. أوكي. بتاعتهم، داتا عنهم، يقدر يقول لهم ان انا هستثمر ليكوا فلوس. وده طبعا الناس ممكن تصدقه، وللاسف بيبدا مبلغ صغير بعد كده يديهم بيانات اكتر، وممكن يسحب من الاكونت بتاعه مبلغ كبير ويبقى صعب جدا ان هو يستردها. تاني حاجه طبعا الفيك اكونتس. الفيك اكونتس دي حاجه موجوده وكلنا طبعا بنلاحظها. انا شخصيا اتعمل عني فيك اكونت بقى عنده حوالي 20,000 فولور، ما وبيبعت شاء الناس الله. مسجز بناء على ان هو انا، وبياخد كل الفيديوز بتاعتي يحطها، بياخد كل الستوريز بتاعتي يحطها عنده، لغايه ما عملت فيديو خاص بالموضوع ده والحمد لله الاكونت اتقفل، بس مش هيبقى الاكونت الاخير. أوكي. فالموضوع بيبقى يعني هيدي موجود كمان على نقطة طول. لازم الكل ينتبه لها يعني. بالظبط، يعني ما تصدقش اي حد. وانا في الفيديو اللي عملته قلت لو انا بعت لك مسج قلت لاي حد طلبت منه يحول لي فلوس او يديني اي بيانات عنه، ما تصدقنيش، لا. بالعكس انت اعمل لي ريبورت وبلوك للاكونت بتاعي. أوكي. فدي نقطه مهمه خصوصا الحاجات الخاصه بالفلوس. نعم. احمد، عم نشوف كنا كل وقت اللقاء فيديوهات لك منزلها على السوشيال ميديا. قبل ما نختم خبرني عن هالفيديوز، خبرني عن طريقه شغل الفيديوز. انت بتكتب سكريبت، انت بتحضر التصوير، المونتاج، الترجمه اللي تحت، او يعني صحيح. الكلمات؟ خبرني بس عن هالعمليه. هو في الاول لما ببتدي افكر عن الموضوع زي ما قلت في كونتنت كالندر انا مجهزها، ببتدي أوكي. ادور على اكتر من مصدر للموضوع واكتر من خبر، ويفضل ان هو يكون اخبار من دول مختلفه عشان اتاكد ان مفيش انحياز سياسي لراي معين. بالعكس أوكي. باخده ان هو يكون ايكونومي بحت، فباخد من اخبار اكتر من مصدر. بعدها ابتدي ادور على الشركه اللي انا هتكلم عنها دلوقتي موقفها المالي ايه القرارات التوسعيه اللي بتاخدها. مثلا ابل بتعمل ايه دلوقتي، وده اللي اثر على ان هم مثلا يعملوا وتويتر. تسريح او تويتر وايلون ماسك دلوقتي والقروض اللي هو خدها. ولو حصل، وفي فيديو هينزل قريب ان شاء الله على الموضوع تويتر الخاص بالقروض اللي خدها ايلون ماسك. بعدها بخلص السكريبت وابتدي اراجعه طبعا اكتر من مره وميك شور ان هو هيكون بيغطي التوبيك بشكل سلس وسهل، عشان لو انا ما قدرتش اوصل في الاخر المعلومه للناس بشكل سهل كاني ما عملتش اي حاجه والرساله بتاعتي ما وصلتش. بعدها ببدا اصور، وانا عامل في مكان في البيت عندي خاص بالتصوير، مثبت كل السيت اب بتاعي. حلو. وبعدها ببعت طبعا الفيديو الرو فيديو للاديتور بيشتغل عليه، بيشتغل ونقعد ندسكاس طبعا مع بعض ايه الستوك فيديوز اللي هنستخدمها تقرب اكتر للناس اللي بتتفرج. وفي نفس الوقت السب تايتل تبقى موجوده، لان في ناس بتتفرج على الفيديوز على السوشيال ميديا صح. مبقاش مشغلين صح. الصوت. اول ما بيلاقي الصوت ممكن يلاقي التكست نفسه يعني ريليفنت ليه وقريب من الموضوع اللي هو مهتم بيه، يبتدي يشغل الصوت. حلو. فبس لا، في دراسه معمقه أكيد. صارت بالموضوع. احمد سند، انا بدي اشكر كثير كثير وجودك معنا. متشكر جدا. اول شيء بدي اتمنى لك كل التوفيق، ومره جديده بدي ارجع اذكر المشاهدين المهتمين بشكل عام بموضوع الاقتصاد، الاستثمار، صحيح. الاخبار، الكواليس، الشركات العالميه والعربيه، يعرفوا اكثر عن قيمتها، عن شغلها، عن توجهها. تابعوا صفحه احمد على السوشيال ميديا. شكرا مره جديده ويعطيك الف عافيه كمان. متشكر جدا. شكرا.